اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا مساء الهنا، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين، وليلة سعيدة إن شاء الله عليكم بإذن الله. تعالوا مع بعض. قبل أي شيء حبيت كده أطلع صوت وصورة النهاردة، وحشتوني وقلت لازم أسلم عليكم، ولازم التشكيلة الجامدة جدا جدا اللي احنا نعملها النهاردة مع بعض لازم وحتما ولا بد تكون كده مباشر منه لكم على طول. قبل أي شيء يا ريت يا جماعة بالله عليكم، بالله عليكم تحطوا لايك وتشوفوا الفيديو اكتر من دقيقة، يعني ممكن دقيقتين لو تكرمتم. غير كده والله العظيم الفيديو بيقع. اولا الفيديو بيقع ومش بتحسب خالص، ما بتحسبش. فانتوا ما يرضكوش بعد تعب وبعد تصوير ومونتاج وعطلة وظروف ربنا اللي عالم بيها ان احنا بنضغط على اعصابنا قد ايه عشان نوصل لكم حاجة كويسة ونوصل لكم فيديو كويس. فانا بتمنى منكم ان انتم تشاهدوا الفيديو بس لمدة دقيقتين. لو محتواه عجبكم اعمل له متابعة او اعمل له اشتراك على اليوتيوب وفعل الجرس. لو ما عجبكوش شرفتيني ونورتيني وحصل لنا الف شرف بضيافتكم. و تقعدي بس تتفرجي على الفيديو عدد دقيقة وبعد كده خلاص يا ستي، واسفين على الازعاج. تمام. فيا ريت بالله عليكم ما ننساش نقعد شويه في الفيديو، يعني اتفرج على الفيديو دقيقتين والله العظيم محتواه هيعجبكم تاكدوا. بامر الله. تعالوا مع بعض بقى نشوف الوصفه بتاعتنا، عشان بيقولوا انت بترغي كتير احلام، مع ان والله ما برغي، ودايما محتواه فترات الفيديو بتبقى قليله جدا. يعني انا ما عنديش فيديو تقريبا 20 دقيقه غير نادر لما تكون عزومه كبيره يعني. تعالوا ما اقول لكم المكونات ونشوف هنعمل ايه مع بعض، والف الكاميرا. فالكلمتين اللي كنت عايزه اقول لكم اللي بقول لكم اصلا في كل فيديو، فانا قلت اطلع اقول لكم مباشر يمكن تسمعوني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده وايه. تعالوا نسمي الله كده ونشوف المكونات بتاعتنا ايه النهارده. بتاعت المخلل هنعمل بامر الله زي ما قلت لكم في اول الفيديو مخلل المطاعم، حاجه كده تستر بيتك. طبعا مفيش غنى عنه في كل الاكل، واي نوع اكل بيبقى عايز المخللات. معايا المكونات بتاعتي ده عنق الكرنب، كان عندي كرنبه طلعت منها الورق كده وسلقته وطلعت منها العنق، وممكن تجيب مكانها قرنبيط او قرنبيط وكرنب زي ما انت عاوز. ومعايا خيار وجزر، وحطيت 3 4 قرون كده حامين قوي، ومعايا لفت متقطع بالطريقه الحلوه دي، قطعتهم بالقطاعه. وهي اللهم صل على النبي جبتهم كلهم على بعض كده. ان انت ممكن تعملي طبقات في البرطمان، يعني طبقه لفت، طبقه جزر، طبقه خيار، طبقه كرنب، زي ما انت عاوز. بس انا بصراحه دي احسن حاجه، بحيث ان انت لما تيجي تطلعي من البرطمان حبه مخلل يبقى فيه كل الانواع. شايفين الجمال؟ الالوان حلوه قوي قوي، الالوان دي مع بعضها جميله جدا. معايا كمان كام قطعه من البنجر كده، مش هاخد منهم الا قطعتين اتنين بس، عشان بحب لون المخلل بتاعي بيكون بامبا كده فاتح. ومعايا كمان جزرتين مبشورين، ومعايا معلقتين من هريسة الشطة الحارة جدا. هريسة الشطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلفل حامي وبارد قرون، وهرسها كده في الكبة، وحط معاها معلقة ملح صغيرة، وخدي منها بقى لأي أكل انت عاوزاه. اهو شايفين؟ انا قلت بس الكميه دي هتاخد برطمانين بس، ما شاء الله اخدت كلها في البرطمان ده. شايفين اصلا الالوان؟ يعني حاجه كده مبهجه بصراحه. على فكرة هو بيرجع يخس معاكي، يعني ما شاء الله بيعمل رجيم بسرعة. بيرجع والله الكمية بتقل يعني. اه ما شاء الله. هحط حبيتين بس من البنجر، لان طبعا لونه بيبقى صعب، فمش عايزاه يبقى غامق قوي، عايزه اللون اللي هو البينك الجميل ده. تعالوا بقى اما نعمل المية بتاعتنا. المية بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هناخد 5 كوبايات مية عليهم 4 معالق ملح، يعني رتل مية عليه 4 معالق ملح. طبعا الكمية دي مش هتكفي معانا، فانت رتلين مية يبقى 8 معالق ملح. تظبطي نفسك على كده، الرتل المية عليه 4 معالق من الملح، عشان تظبط حدقك وتظبط الدنيا معاكي، وما يطلعش معاكي حادق قوي. تمام كده؟ تمام. حطينا بقى فيها كمان الجزر المبشور، وحطينا معلقه من هريسه الشطه زي ما قلت لكم، خدي بالك عشان هي حاره. وكمان حاطين معاها قرون حاره، بس انا ما كترتش، لو كنت لقيت شطه بارده كنت حطيت. طبعا اي نوع مخلل انت عاوزاه حطيه الا البصل. يعني البصل اكتر حاجه انا ما بحبش احطها، بتحس ان هي اخدت كلها من بعضها كده. المهم انا ما بحبش احط البصل مع المخللات. انت بقى بتعمليه بالطريقه اللي بتحبيها براحتك. هبدأ كده احط بالكوباية، ومعايا الجزر ده كله برضو هتلاقيه كله مع بعض دلوقتي. الكمية معايا قلت بسرعة جدا، وطبعا لسه هتقل اهو شايفين؟ ما شاء الله الكمية معايا قلت بسرعة، يعني ما شلتش منها ولا واحدة اقسم بالله. انا حطيت، وطبعا الرتل المية مكفاش، يعني اخد بتاع حوالي رتلين مية.
مع 8 معالق ملح. وما شاء الله مجرد بس ما عملت الملح رخى معايا كده والمخلل هدا معايا، والمكونات بتاعتي بعد ما كانت فانشه كده الكرنب والهيصه دي فيش هي كانت هاديه معايا كده اهو زي ما انتم شايفين كده. وشايفين البنجر عمل لون لتحت حلو. هعمل ايه بقى عشان احس ان اللون كله مع بعضه اهو، والخيار والجزر والمبشور وكله ينزل مع بعض. عايزه تحطي حبه البركه براحتك، عايزه تحطي كمون وكزبره ناشفه براحتك، عايزه تحطي كزبره خضراء براحتك. هو ده المخلل بطريقتي انا، انت بقى ضيفي الاضافه اللي انت عايزاها. لو كان بقى الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والى اللقاء.